السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ زي ما انتوا شايفين النهاردة انا بعمل هعمل طاجن مكرونة اللي هو في الفرن باللحمة المفرومة بتاع اشهر المطاعم الجميل. زي ما انتوا شايفين طبعا حطينا المادة الدهنية وحطينا البصل، وخلي بالكوا بقى في كام تركة كده هتخلي طاجن المكرونة ده بصراحة احلى من المطاعم. الاول هدبل البصل، هرش عليه طبعا شوية من الملح، زي ما انتوا شايفين طاجن اللحمة. لو هنعمل نص كيلو مكرونة هستخدم ربع كيلو لحمة فقط لا غير، لان احنا هنحط اضافات، فبالتالي هتخلي لي اللحمة المفرومة كتيرة وحلوة جدا. انا حابة بقى ايه مع شوية البصل الحلوين دول هخرج كده ايه فصين توم يدوني برضو نكهة وريحة وطعم للطاجن بتاعي. طبعا فصين التوم دول هيعملوا نقلة تانية خالص، ده ما في المطاعم ما بيحطهمش يعني، فاحنا ايه هنحطهم هيدوني تيست حلو جدا. هنا بقى ايه هقلب كده تقليبة حلوة. هنا ما اضفتش حاجة غير الملح فقط لا غير، كل الاضافات هنحطها بعد كده. اول ما يدبل البصل هنحط باقي المكونات. هنا تمام البصل دبل معانا، هننزل بقى بالمكونات الجميلة دي. انا جبت قرن فلفل رومي وقرن فلفل حامي، وعندي فلفل الوان قطعت كام حته، وعندي فلفل سبايسي، وكل دوت عملته في الكبه مع نص طماطمايه فقط لا غير. ريحه الثوم طالعه جميله جدا. هقلب الخلطه الجميله دي مع بعض، روايح بقى طالعه. طبعا الطاجن المكرونه الجاهز ما بيتعملش فيه الحاجات الجميله دي. بعد كده دول يعني تقريبا اكتر من ربع كيلو لحمه هنزل بيهم. تيجي بقى افك اللحمه كده من بعضيها، وهنا مش هحط البهارات بتاعتي الا لما اللحمه تخش في تمام السوا، يعني مش دلوقتي خالص. هبتدي الخلطه الجميله دي اسيبها تاخد وتدي مع بعض، اغطيها كده ونرجع تاني. زي ما انتوا شايفين الريحه بقى طالعه. الخلطه اللي احنا حطيناها الفلفل ده، رحت حطيت الملح واحط الفلفل الاسمر طبعا ده اساسي، احط حبه كده حلوين، وعندي 7 بهارات هحط منهم شويه. يا سلام بقى لو عندك شويه قرفه. هنحط كمان شويه قرفه، بحب احطها قوي مع اللحمه العصار، تديني كده طعم وريحه حلوه قوي. حبه صغيره مش كتير. هنا الملح والسبع بهارات والفلفل الاسمر والقرفه فقط لا غير. انا عايزه اعملها في المكرونه مش عايزاها ناشفه، يعني 5 دقايق كده تنشف شويه، بس تبقى برضو ايه طريه جوسي كده، تبقى ايه حلوه. بس ريحه بقى طالعه بتاعه الفلفل الالوان والفلفل الاخضر وحب قرن الفلفل السبايسي، حاجه كده وهم. طبعا هنا في اثناء ما اللحمه بتستوي هنا جبت بصلايه وحمرتها، وهنزل بالصلصه بتاعتي ديت اللي هسقي بيها المكرونه. طبعا هنا هحط
نص معلقة سكر، وهحط ملح، وهحط فلفل اسمر. طبعا هنا جبت طاجن الفخار ودهنته اي قطعة سمنة بلدي، زبدة، زيت، مفيش مشكلة. وهحط بقى ايه، وهبدأ احط كده في الجناب. ابتدي كده ايه احط في الجناب يعني اللحمة عشان لما اقلب الطاجن يبقى ايه زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى المكرونة بتاعتي. في ناس تسلقها نص سلقة، وفي المطاعم بيحطوها كده. هتستوي هتستوي، وهتشوفوا عاملة ازاي. طبعا انا الطماطم مش هسبكها يعني تمام التسبيك، لا انا ايه حاجة بسيطة. وانا طبعا مولعة الفرن، وهبتدي انزل بالصلصة بتاعتي الجميلة دي. بصوا زي ما انتوا شايفين. وهجيب ورق الألمونيا وهغطي المكرونة بتاعتي وهدخلها الفرن. بصوا طلعنا بقى المكرونة من الفرن، بجد بجد حاجة روعة جدا. بصوا المكرونة، بصوا عاملة ازاي، اللحمة عليها، يعني زي ما انتوا شايفين الطبق بجد بجد تحفة، وريحتها طالعة جميلة جدا، طريقتها حلوة، وزي ما انتوا شايفين استوت اهي. بجد بجد حاجة تحفة 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 جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى تجربوها. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.